صلاة التراويح من أجمل الصلوات في رمضان. استغلها كويس لأنها تعلمك الصبر وهتعودك على قيام الليل وحاجات كتير قوي. يعني انت ممكن تطلع من شهر رمضان دي بالنفحة اللي هي الصلاة أو قيام الليل. لو انت كنت بتصلي أو ما كنتش بتقوم بقيام الليل قبل ما تنام مثلا، تمام؟ فحاول تواظب على الصلاة دي بالذات لأنها تعلمك حاجات كتير قوي. ممكن تبدأ تحفظ آيات من ورا الإمام وهو بيقرأ في كل صلاة، تمام؟ وكمان وهتلاحظ لو أنت بتقرأ ورد يومي أو مواظب على قراءة القرآن، تمام؟ فأنت هتلاحظ ساعات الإمام كده ممكن يجيب سورة أنت كنت قارئها امبارح أو النهاردة، تمام؟ ده حاجة يعني في قمة الروعة لما تسمعها تاني بصوت الإمام بالذات، يعني حاجة تانية خالص. فنصيحة مني واظب على الصلاة ديت لأنها ممكن تطلع بنفحة، تكون نفحة من نفحات شهر رمضان، تطلع بيها من شهر رمضان مواظبة عليها.